عايزه تلبسيني تهمه قتل يا صباح؟ هي ما اتهمتكش ولا حاجه يا معلم عبده لا سمح الله. هي بس بتقول ان هي شافتك واقف على السلم. معلومه سعاده البيه، انا كنت واقف على السلم بس كنت واقف مع جميله. وجميله دي تطلع مين ان شاء الله؟ اختي يا سعاده البيه. معلومه سعاده الباشا، اختها بس في نفس الوقت تبقى مراتي. ايه؟ كداب في اصل باشا. وشك، مراتك منين؟ تعالي. هتجوزتك امتى؟ تعالي انت رد كده. عليا. انت ده بتقولي كداب ايه؟ يا سعاده البيه. بتقول ايه يا مجنون انت؟ بتقول ايه؟ جميله مراتك يا كذاب. انا مش كذاب يا سعاده الباشا. ازاي مش كداب؟ ازاي هي مراتك واختها ما تعرفش؟ اعترف يا عبده، كنت واقف على السلم بتعمل ايه؟ واقف مع مراتي يا سعاده البيه، ما انا قلت لسعادتك جميله تبقى مراتي، والله العظيم وشرف جدي الاسطوره مراتي، متجوزها من كام يوم، واهو قسيمه الجواز لسه واخدها من عند المأذون النهارده، اهي القسيمه اهي اهي. ضحكت على البنت، كاتب عليها حلاوه اتجوزتها امتى؟ بس يا ده انا هروح فيك في داهيه. بس. هخش السجن بسبب. بس يا صباح مش هسيبه يا معلم. خلاص متجوزها بقى. يعني ايه؟ ده اوعى كذاب. ايدك قدامكم كده. ماشي، جميله مراتي، ومراتي مش قاصر، شافتني عرفتني حبتني. حبك برص وقشر خرص. هتحب فيك ايه يا منتن يا عرباج انت؟ يا حرام يا كذاب. اعجاب يا سعاده البيت، عجبت بيا وربنا تمم بخير. صحيح اهلها ما كانوش موافقين بس هي كانت موافقه، اتجوزتها على سنه الله ورسوله في الحلال يا باشا. غلطت بايه انا؟ اروح في داهيه بتاع ايه؟ عبد التواب بيه مشغول يا دكتور. ايوه بيحقق في جريمه قتل الكتعه. معقوله؟ هتوصلنا امتى مع التقرير؟ الصبح؟ طيب يا دكتور، لا متشكر جدا، مع الف سلامه. انا هبلغ عبد التواب بيه. مع السلامه يا دكتور. سماح يا سيدي المعلمين، انا محقوق لك يا معلم بدر وبعترف اني غلطان، كان المفروض اطلبها منك انت، بس انا دخلت البيت من بابه. الكلام ده تقوله لاهلها، انا ماليش دخل بالموضوع ده. انت مش خلاص اتجوزتها وخلصنا؟ الله الله الله، ده احنا بقينا عدايل يا معلم بدر وانا مادد ايدي بالخير. خلاص بقى يا معلم عبده، خلاص مش وقته بقى الكلام ده. نستأذن احنا يا باشا. ماشي يا معلم بدر. يا امين حسين، تحت امرك يا فندم. خد المعلم عبده وصباح وخليهم يمضوا على اقوالهم في المحضر وبعد كده يروحوا. حاضر يا فندم. متشكرين قوي يا عبد التواب بيه. طيب بالاذن يا باشا، يلا يا صباح. المقامات محفوظه يا سيدي المعلمين، اتفضلوا. مفيش حد تاني عايز يعدي ولا؟ معقوله؟ ايوه يا فندم، وهيبعت التقرير امتى؟ بكره الصبح ان شاء الله. لا مفيش وقت يا خالد، لازم تروح حالا. خلاص يا فندم، انا هتصل بيه قبل ما يمشي. بسرعه يا خالد. حاضر. جميله، ازيك يا جميله؟ الحمد لله يا شاويش مجاهد. ايه ده؟ الاشارة ده بتاع ابله صباح، انت لقيته فين؟ انت بتقولي بتاع مين؟ وايه اللي خلاكي متاكده ان ده اشارب اختك صباح؟ مش جايز ده اشارب بتاع واحده تانية يشبهه؟ لا، هو ده اشارة ابله صباح، بس وريني كده. اف، دي ريحته وحشة قوي. خلاص بقى يا معلم، حقك عليا، ما تزعلش. اول واخر مره اطلع بره عتبه البيت من غير ما استاذن منك. حصل خير يا صباح. مش عيب ان الواحد يغلط، العيب انه يستمر في الغلط. اديك شفت خروجك كان هيعمل ايه. عندك حق، ده انا كان قلبي هيقع في رجلي. الحمد لله، اهم حاجه ان انت ما تزعلش مني. سامحني بقى، ده ربنا بيسامح. انا مقهور يا صباح. يقطعني انا السبب. مش انت السبب، امال مين بس؟ اختك جميله وجوازها من عبده جزره الزفت ده. معقوله؟ انا خلاص صباح، خلاص هتجنن. عندك حق يا اخوات الجنة، بس ايدي طولها وانا هرقشها بسناني. بقول لك ايه، قسما عظما ما تهوب ناحيه البيت ده تاني، فاهمه؟ ايوه، ولا انت كمان تزوريها لحد ما تتطلق من عبده جزره وقبل ما يدخل عليها، فاهمه؟ معقوله انا عبده جزره ده يبقى عديلي انا؟ لا يا اخويا، عديلك ده انا هخلصها منه من قبل ما يلمس ضفرها. بس انت ما تزعلش، وكل اللي انت عاوزه هيحصل. بنت طايشه وصغيره، ماليش الا الزفت عبد الجزر ده النصاب الحرامي ده. بس لما ايدي طوله. بقول لك ايه، ما اقوم بعمل لك كام جوز حمام تأزأز فيهم. اهو انت كده هتزعليني. خلاص يا اخويا نصوم. وده مين اللي جاي في وقت زي ده؟ مش عارف. ايوه
ايه؟ ايوه. الست صباح حنفي موجوده؟ اهي، في ايه؟ قتلت الكات عليه يا صباح. ما قتلتهاش يا سعاده البيه، والله العظيم ما قتلتها، والله ما اعرف حاجه عنها. اكيد اللي لقى الطرحه دي هو اللي قتلها، والله ما قتلتها، والله العظيم صدقني ما قتلتها. والسلسله والاشاره، السلسله دي مش بتاعتك ولا اللي لقاها حطها في ايد الكتعه بعد ما قتلها؟ مفيش داعي للانكار يا صباح، التهمه ثابته عليك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا معلم والله العظيم انا ما قتلت، وحياة ربنا ما قتلت. انت عارف ان انا مش ممكن اقتل، انت اكتر واحد معاشرني وعارف ان مش ممكن اتقاتل. والله ما قتلت، صدقني ما قتلتش. دافع عني يا معلم، يا معلم دافع عني، يا معلم دافع عني، والله العظيم ما قتلت. قتلت ولا ما قتلتيش ما عادش يجي منه. لسه محتفظة بالقديم يا صباح. روحي منك لله. شفت بقى يا سيدي المعلمين؟ طب بذمتك استاهل ولا ما استاهلش؟ لا تستاهل، وتستاهل اكتر من كده كمان. وانت تستاهل واحد قهوه من البن اللي انا بعت جبته بره من كندا. حبايبي كده انا عجايبي انت يا زفت. وبعدين ما تخف بقى شويه على عجايب ده، خلي بالك ان هو اللي هينقل لنا الاخبار. اخبار ايه يا معلم سعداوي؟ الله الله الله، انت ناوي تفتح مكتب محامي وتنافس المتر فوزي ولا ايه؟ لا تحبسنا بقى ولا ايه؟ ولا هي لسه شغاله معاك من امبارح؟ لا يا بجد، شغاله 100 واخر قرصه. تجيب لنا اخبار صباح يا معلم عبده. القهوة يا سيدي معلمين. تشكر يا واد عجايب. ربنا يكرمك. خد دول عشان تشكر يا معلمي. اللي قول لي عجايب اخبار قضيه صباح ايه؟ صباح ما خلاص يا معلمي، خلاص القضية اتحولت على النيابة ولسه بيحققوا معاها. من الآخر كده يا معلم، المتر بتاعنا أبوه القرش، وخصوصا بعد ما المعلم بدر شال إيده من الموضوع، وهو كمان الأستاذ فوزي مش هيروح معاهم النيابة، يعني القضية لابساهم لابساه. انت هتعمل لي فيها محامي يا ولا؟ والله قاضي واصدرت الحكم خلاص. لابساها جت قلع اسنانك. ولا روح شوف شغلك. بقول لك هنفتح بكره سير ارض، انا عايزها تبرق تلمع، اشوف وشك فيها ولا بلاش وشك عشان ما تعبنيش. والله خلصنا منك يا صباح. وهو عامل ايه يابا دلوقتي؟ لسه قافل على نفسه الباب وما بيدوكش الزاد، ومش عايز يكلمني كلمه واحده تبل ريقي، واني عايزه اطمن عليه. بقول لك ايه يا سعده، ما تاخده معاك السوق اهو يتلهى في الشغل وينسى اللي حصل. ربنا ينتقم منك يا صباح، هتضيع ابني مني. خلاص يا ام هانه، ده كلها يومين ثلاثه ويحولوها على النيابه، واكيد هيسجنوها، ده ما كانوش يشنقوها كمان. يا لهوي، في بطنها يا سعداوي، ابن اخوك ذنبه ايه؟ اللي في بطنها مش ابن اخويا يا اما، ده ابن صباح. صباح بعد المصايب اللي هي عملتها يبقى ابنها، مش ابن اخويا خالص. ما عاشت ولا كانت، ده ابن ابني. ايوه يا سعداوي، ابني انا. ايوه يابا، ابني ومن صلبي، واللي يقول كلمه غير كده اقطع له لسانه. اللي في بطن صباح ده ابني. ايوه يا ابني، ايوه يا ضنايا، هو ابنك يا حبيبي ومن صلبك. تعال تعال، وان شاء الله يتربى في عزك وتشوفوا عريس يا ضنايا. تعال يا اخويا. اتأكدت انها هتخلف وواد كمان مش بنت. لا وايه سموه شبل، اللي هتسقط ولا الواد يموت في بطنها ونخلص بقى من الموال ده. انت في اي عداوة بينك وبين المجني عليها؟ عداوة ايه يا سعادة البيه؟ دي خناقة زي اي 2 جيران بيتخانقوا ويرجعوا يتصالحوا تاني. وبعدين ده حتى المصاريف في البطن بتتخانق. امال ايه اللي وداكي بيت الكتعة في نفس ساعة الجريمة؟ اختي رضا جت لي البيت وهي بتعيط، قالت لي الحقي الكتعة ماسكة في خناق امك، فرحت اشوف امي.
واتخانقنا وخدت بعضي وروحت. سمعت بعد كده انها اتقتلت. سين، وهل فعلا انت التي قمت بقتل المجني عليها شربات الشهيره بالكتعه؟ ما حصلش سعاده البيه، انا ما قتلتش ولا اعرف حاجه عن الموضوع ده خالص، دي خناقه واتفضت. اكتب عندك جيم لم اقتلها. سين، ما سبب تواجد الاشارب الحريمي الذي تم استخدامه كأداة جريمة في قتل المجني عليها بواسطة الخنق، والذي أكدت الشاهدة شقيقتك الصغرى رضا أنه ملكا لك في المحضر الرسمي المحرر بمعرفة مباحث رود الفرج وأفهمناها. قولي لي يا صباح، الإشارب اللي اتخانقت بيه الكتعة بتاعك ولا لا؟ بتاعي يا سعاده البيه، ورضا ما كدبش، بس انا ما اعرفش دخل شقه الكتعه ازاي وخنقوها بيه ازاي، انا ما اعرفش. هو ظهر وقع مني وانا طالعه اجري لامي ساعه الخناقه، غير كده ما اعرفش. سين، ما سبب تواجد السلسلة التي بها صورتك وصورة شخص آخر ثبت أنه خطيبك السابق قبل زواجك، ووجدت تلك السلسلة في قبضة المجني عليها؟ إيه اللي جاب السلسلة بتاعتك في إيد المجني عليها يا صباح؟ وإيه اللي خلاها تبقى متمسكة بيها بشدة مع إن هي ما تخصهاش؟ انا ما اعرفش سعاده البيه، جت السلسله ازاي في ايد الكتعه، انا مش عارفه. هي وقعت مني ساعه الخناقه، رجعت ادور عليها ما لقيتهاش. سين، ذكرت في محضر البوليس يا صباح بأنك لم تدخلي شقة المجني عليها بعد المشاجرة، وأنكرت ذلك تماما. وقد أكدت الشاهدة المدعوة جمالات الشهيرة بمطارد جارة المجني عليها بأنها رأتك تقفي أمام باب شقة القتيلة والباب مفتوح. ما بتجاوبيش ليه يا صباح؟ هجاوب واقول ايه بس يا سعاده البيه، انا ما اعرفش حاجه وما قتلتهاش. طب وتقرير الأدلة الجنائية اللي أثبت وجود بصماتك في مسرح الجريمة؟ أنت اللي قتلت الكتعة يا صباح، اعترفي، الإنكار مش هيفيدك والأدلة كلها ضدك. ما قتلتهاش يا سعاده البيه، والله ما قتلتها، حرام عليك، ده يبقى ظلم، والله ما قتلتها، والله ما قتلتها. امسكي يا ام حمدي، ودي كمان يا ام حمدي، ودول كمان مين؟ ما بلاش انت يا مساعدة، البت على وش جواز ولسه هتدفعي شوار البيت. دي صباح، دي صباح يا ام حمدي، عارفه يعني ايه صباح؟ خيرها على الكل، وياما وقفت معانا، نيجي نسيبها وقت زنقتها؟ واذا كان بقى على جواز البت نأجله، هيجرى ايه يعني؟ هتحمض ولا هتحمض؟ خدي يا ام حمدي، خدي اخر ما امتلك من حطام الدنيا. الله، ما تفاحة دفعت يا نبوي. دي صباح ام حمدي، يعني اختي وزياده. ربنا يكرمك في ابنك يا نبوي. المحروس جاي، محروس ابن المعلم سعداوي، حشل حنا من هنا عشان مش عايز مشاكل. امسكي يمك، ده كل الايراد وكل اللي معايا. خدي شمال يا ام حمدي. صباح حبيبتي، انا صباح حبيبتي، خد دول صباح. صباح حبيبتي انا، خدي كل كمان اهو، ودي كتير اهو، عندي كمان في الاوضه، عندي كمان في الاوضه. بس دول مش هينفعوا، ده الاستاذ فوزي عايز قد كده 5 مرات. الحق يابا. في ايه يا محروس؟ فضيحه يابا، اتفضحنا وسيرتنا هتبقى على كل لسان. في قد ما تنطق. مش هنا يابا، لما نبقى لوحدينا. لا قول قدام المعلم عبده، ما هو مش غريب يعني. مش بتقول فضيحة يا محروس؟ خلاص قول يا ابني عشان نلمها ونسك على البك. هتعملي ايه يا جميلة؟ صباح ما يتشحتش عليها، ما يتلملهاش فلوس من حد يا تفاح. اخصى عليكي يا جميلة، ده احنا اخوات وكل اللي في السوق متربيين مع بعض، وصباح ياما وقفت جنبنا كلنا في وقت الشدة، دي اللي في ايديها مش ليها. ولو صباح ما تمدش ايديها لحد. تعالي معايا، اوعي تكوني رايحة المعلم بدر. هتيجي معايا ولا لا؟ ابوك عنده حق يا محروس يا ابني، هي راحت لحالها، يلموا لها يشحتوا لها، هم حرين، احنا مالناش صالح. وبعدين لا مؤاخذة في الكلمة يعني، ما هي ليها اهل. الله، السلام عليكم. انا بقى رايح فين يا عبد؟ مالك فزيت كده على طول؟ ما تقول لي انت رايح فين؟ بعدين يا معلم سعداوي، 5 كده وراجع. شوف بس المصيبة دي اخرتها ايه. هو مش عمي مديك فلوس المحامي يابا؟
مش عرفك يالا؟ سمعتك بالليل وانت بتتكلم مع عمي. حتى بالاماره جدتي هي اللي مديهم لك 10000 جنيه. انت بتتجسس عليا بطرطق ودانك طالع زي امك. يابا ما اقول لك ايه ده انت؟ حسك عينك الكلام ده يطلع بره خالص، فاهم ولا لا؟ مش ناقص كمان اللي انا ادفع لها المحامي وادفع الفلوس بايديا دول. ده انا ما صدقت انها اتسجنت والله تبور في 60 داهيه حتى. اتفضلي يا ستي، خلي بالك ده عيار 18، انا كسبت المصنعيه بس. دول يعملوا ايه؟ انت بعتي شبكتك وذهبك يا جميله. عبده لو عارف هيقول ايه؟ يقولوا اللي يقولوا، شبكتي وذهبي. صباح يا تفاح، معقول اسيب صباح؟ القهوه يا سيدي المعلمين. تشكر عجيب. يعني ام حمدي ادت الفلوس للاستاذ فوزي المحامي. مش كلها يا معلمي، ده حتى الفلوس اللي دفعوها ما تجيش نص الفلوس اللي طلبها الاستاذ، وبطلوع الروح هينزل معاهم النيابه بكره، وحلف ان ما دفعوش الفلوس مش هيكمل معاهم القضيه دي. وجابوا الفلوس منين يا عجيب؟ مش الواد محروس قال ان هم بيلموا من بعض. يلموا ايه يا سيدي المعلمين؟ وهم حيلتهم ايه عشان يلموه؟ هل يلموا ايه؟ هم لاقيين ياكلوا. انا سمعت يا معلمي ان اختي صباح باعت شبكتها، وابوها ابو صباح يعني هيكمل الباقي بكره. شبكتها جميله. حنفي المحل. كفاياكي بقى، كفاياكي يا ابو صباح. والله صباح هتخرج بالسلامه ان شاء الله. افرجها من عندك يا رب. وانت يا رضا خشي ذاكري عشان صباح ما تزعلش مني. هدخل اذاكر، انا وعدتها وهنجح يا ابله تفاح. عملت ايه يا ابو صباح؟ دبرت الفلوس؟ عمل ربنا يا ام صباح، ان شاء الله هتفرج. هتعمل ايه يا اسطى حنفي؟ بقول لك ايه، ما تيجي نعدي على الاسطى بيلا الميكانيكي. طب نخلص الحجر اللي في ايدينا. نخلصه زي ما فهمتك هذا محروس تعمل بالظبط. تخافش يابا، هقف من بعيد لبعيد كده راقب المحل، ومفيش اشياء هتخرج منه، ده المحل بتاعنا يابا. اوعى يا واد يا محروس، انت مالكش دعوه، انت تيجي تبلغ ابوك وخلاص. ايوه، انت تقف من بعيد لبعيد تراقب المحل، اول ما تلاقي حنف ابو رصين داخل يفتح المحل تيجي طيران على ابوه. شوف بقى ابوك هيعمل ايه. انا خايفه للمعلم بدر يدرى انك ما اديتش فلوس للمحامي وكمان عايز تتشاكل مع ابوها. اكيد المعلم بدر هيزعل. معلم بدر مش دريان بحاجه، وبعدين لا مؤاخذه انا اتفقت مع امي على كل حاجه وامي موافقه. انت بس تنقطينا بسكاتك، نقطينا بسكاتك، ما تقفيش فيها زي الغراب. انا غراب برضك يا معلم. يعني كنت اعمل ايه يا عبده؟ دي اختي الكبيره، هسيبها؟ وما تريل عشان اختك الكبيره تقرطصيني يا بنت، تقرطصي جوزك يا جميله. انا مش سالتك عن الشبكه الظهريه، قلت لي ان انت شايلاها، وما اعرف من الغريب ان انت بعتيها. شبكتي يا عبده، هديه جوازي، ده انا ما خدتش مهر يا راجل. كانت شبكه سودة ويوم مطين بطين يوم ما اتجوزتك يا بعيده. دلوقتي بتقول الكلام ده يا عبده؟ دلوقتي؟ ده انت يا محفت ورايا عشان تتجوزني، ده انا عديت اهلي عشانك. بس بقى بلا اهلك بلا زمالك، هو الدوري ده مش هيخلص يعني؟ اهلك مين؟ اهلك مين يا اموات؟ اختك المحروسه اللي مرميه في السجن، ولا اللي بيقولوا عليها ابوكي اللي داير يشحت عليها من خلق الله؟ يا واطي حكير يا قليل الاصل. انت بتشتميني يا بنت؟ بتشتميني؟ انا يتقال لي يا حكير؟ ولسه يا عبده انت شفت حاجه؟ اوعى تكون نسيت نفسك يا عبده يا جزره. لا يا جميله، عبده جزره ما ينساش نفسه ابدا، واذا كان على الشبكه خلاص حلال عليكم. انا كده خدت حقي وزياده حبتين كمان. حقك؟ قصدك ايه يا عبده؟ قصدي واضح يا جميله الجميلات. انا قلبي ده يا جميله عمره لا داء ولا هاء ولا لا ولا قال اه ولا قال لا، ومشواري معاكي كان تخليص حق، وحقي خلصته من الواد اللي اسمه حسن يوم ما رفع كفه عليا وضربني بالقلم قدام السوق كله.
فين حسن؟ اهو طلع حرامي واتسجن وهرب وما عادش ليه قطر، وخلصته من المحروس اختك يوم ما رفعت عليا الشبشب وضربتني بيه قدام الخلق. فين المحروس اختك؟ هي مرميه في السجن زي الكلبه وهتاخد اعدام ان شاء الله. انت شمتان فينا يا عبدو يا جزرة، حرام عليك، دي اختي يا عبدو. ما انا فاهم يا جميله ومقدر. عيب يا جميله، ده انا واد مجدع وابن بلد واعرف الاصول كويس ولا يمكن اتخلى عنك في شدتك. ده انا هقف جنبك وقفه هتعجبك قوي. جميله يا بنت حلفي ابو رصين، روحي وانت طالع ان شاء الله. بتطلعني يا عبدو، بتفضحني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ده انا هاخد خبرك النهارده وهطير عليك عيشتك. نزلي ايدك يا بنت، هتوسخي الهدوم. انا هوسخ الهدوم؟ اتاريك يا عبدو شايل في قلبك من زمان وعايز تنتقم. بقول لك ايه، نزلي ايدك بدل ما انزل صف اسنانك اشوهك اكتر ما انت بتشوهها. انت اللي هتشوهني، ده انا اللي هموتك يا عبدو يا جزرة. خد لسه يابا ما بقالهمش دقيقه. الحق يا معلم سعداوي، الحق. في ايه يا معلم عادل؟ الاسطى حنفي والاسطى لمعي والاسطى بليا ومعاهم كام راجل بينقلوا البضاعه كلها. الله يخرب بيتك يا حنفي النهارده. ايه اللي في دماغك ده يا معلم عبد؟ ايه يا باينه؟ لا ده انا خبطت في حته سد. الو ايوه يا بلوس النجده. ايوه في ناس قدام البيت كسروا المحل وبيسرقوا الحاجات اللي فيه. ما تتكلم يا حنفي، مش انت صاحب المحل؟ يا باشا لا مؤاخذه يعني، هو ممنوع ان احنا نخش المحل بتاعنا ولا ايه؟ المحل بتاع مين فيكم؟ بتاع المعلم حنفي وانا المدير المسؤول. انا بساله المحل ده بتاعك والبضاعه اللي فيه ملكك ولا لا؟ ايوه يا باشا المحل بتاعي والبضاعه اللي فيه ملكي، وادي اسمه اهو على اليافطه، حنفي ابو رصين. يا سلام، اي حد لا مؤاخذه يحط اسمه على محل يبقى بتاعه، هو نصب ولا ايه؟ وانت بقى تطلع مين انت؟ انا يا باشا اللي بلغتكم، انا المعلم سعداوي الديب كبير السوق، والمحل ده لا مؤاخذه ملكي، هو والحاجات اللي جواه، وادي الاوراق اللي تثبت كنا هنتسرق يا باشا. مظبوط، خدوهم ورايا. خرب بيتك يا حنفي، خرب بيتك يا حنفي. هيودوك المحكمة يا صباح. طبعا يا ام حمدي هيودوها المحكمه، امال يعني هيودوها فين؟ حبيبتي يا صباح، يا حبيبتي يا اختي، مش مهم انا يا ام حمدي، المهم اخواتي وامي وابويا. هما صح مسكوا ابويا، الهي ينشك اللي قالك. يعني لازم تدعي يا ست ام حمدي. الله، ما هي لازم تعرف عشان تتصرف. ابوها هيضيع هو واللي معاه ويتحبسوا، ومحدش هيقدر يخرجهم غير ولاد الدين. هي جت فيك انت يا شاويش، معلش يتقطع لساني، حقك عليا، ما تزعلش مني. بقول لك يا ام حمدي، عينيا يا اختي، انت تطلعي من هنا على المعلم بدر على طول وتوطي على رجليه وتقولوا له صباح بتبوس رجلك. تعتق واخواتها وامها وابوها دول مغلبه مش حملك. لو عاوز ينتقم مني انا خلاص ضايعه. خليه ينتقم مني انا يا ام حمدي عشان خاطري. روحي له، هروح له بس خليكي في اللي انت فيه. يلا يا صباح، البوكس مستني. حبيبتي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك يا حبيبتي يا صباح. عايزه اهمل المعلم بدر يا ام حمدي. معايا رسالة أمانة أبلغ خاله. والرسالة دي من مين؟ من جماعته، من صباح. قطعت سيرتها، ربنا ينتجم منها، كانت هتضيع ولدي من يدي. حرام عليكي دي صباح غلبانة ومكسورة الجناح. هما كلمتين أنا هقولهم للمعلم بدر وآخد بعضي وأمشي.
امشي ومالكيش دعوه بولدي يا ام حمدي. ياما قلت له ان ده لا من مجامك ولا من توبك، ما سمعش كلامي وهو جرى اللي جرى. حرام عليكي، صباح دي غلبانه والله وطيبه، وبعدين الرحمه حلوه يا حاجه. تطلب الرحمه من ربنا يمكن يرحمها قتلت الجتله دي. لا، صباح دي غلبانه ومظلومه ومصير الحق يبان. لما يبقى يبان بقى، ما هو واضحه زي الشمس اهي. بقولك ايه، ابعدوا عننا وسيبونا في حالنا. كتر خيرك ومتشكرين قوي على كرم الضيافه يا حاجه. استني يا ام حمدي. معلم بدر، الحقني يا معلم بدر، الحقني. يرضيك اللي حصل ده؟ وايه اللي حصل وعايز ايه؟ اللي حصل وصل يا معلم بدر. يرضيك المعلم سعداوي يبلغ البوليس في الاسطى حنفي ويتهمه بانه سرق المحل ويرميه في السجن. معلم سعداوي اخويا بلغ البوليس؟ وحول اوراقه للنيابه، هو والاسطى لمعي واتنين من الحته، او مش بعيد كمان ان هو يعني يتسجن فيها. وايه اللي وداه المحل؟ ده انا قافله بايديا دول. طب هيعمل ايه؟ ما لازم يجيب فلوس علشان يديها للمحامي اللي مش راضي يترافع عن صباح الا لما ياخد اتعابه في الاول. انت بتقولي ايه؟ مش مديك 10,000 جنيه ياما تديهم لسعداوي اخويا يوصلهم للمحامي عشان قضيه صباح؟ والله العظيم ما وصل لنا حاجه، ده احنا لمينا من بعض 5000 جنيه وما كفوش. ده حتى جميلة أختها بعد الشبكة بتاعتها وبرضه ما كفوش، ناقص 5000 جنيه. طب الراجل يعمل إيه؟ أنا هتصرف. إحنا ما كناش عارفين إن هو هيتصرف كده. كده برضه ياما. الحقني يا عمر. ايه يا كاميليا في ايه؟ شكلي حاولت. ما تخافيش يا كاميليا، ان شاء الله هتقومي بالسلامه يا حبيبتي. كمان قوي يا عمر. حاسبه يا عمر. حاسبه كاميليا، استحملي. ماما انا هدخل اطمن عليها. سيبيهم يا جيجي، سيبيهم وشوفوا شغلهم واهدي انت بس. يا صباح، صباح، صباح شد حيلك يا بنت. شد على بعض. خلي بالك من نفسك يا صباح، يا حبيبتي يا صباح. تاني مش كتير ده؟ معلش. مبروك جابت لك ولد. ايه ولد بجد؟ شوكت ولد، والله العظيم ولد يا حماتي، ولد يا جيجي، والله العظيم. هشام جابت هشام، زغراته. كاميليا الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. مبروك يا بوكو ولد. مبروك يا بنتي، مبروك. الحمد لله. ماما لينا احنا عشان نسيبهم لوحدهم. يلا. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله الحمد لله على يسلمك. السلامة. قول لي مبسوط يا عمر. ده انا مبسوط وفرحان، حاسس ان انا عمري ابتدى النهارده، ابتدى دلوقتي حالا يا كاميليا. يا عمر انا تعبت قوي. معلش يا حبيبتي، بس جبت الولد، جبت هشام. انا نفسي اشوف ابني يا كاميليا. انا عايز اشوف الولد، عايز اشوف هشام. ازيك يا أمه؟ عاملة ايه؟ بتاخدي دواء في مواعيده؟ انت دوايا يا صباح. ربنا يخليك ليا، ما تعيطيش يا أمه عشان خاطري، والنبي يابا تخلي بالك من أمي وما تمدش إيدك عليها. يا بنتي امك في عناية يا صباح، سامحيني انت على اللي عملته فيكي، انا مش مسامح نفسي، وان شاء الله مش هتشتكي مني ان شاء الله. ربنا يخليك ليا يا أمه، ما تحرمش منك. ان شاء الله يا صباح هتطلعي براه ونرجع يا اختي نضحك زي زمان. أنا خلاص يأست يا جميلة. ما تقوليش كده يا صباح،
ربنا فرجه قريب. ما تعيطيش يا ام حمدي، ما تعيطيش يا ام عشان خاطري، بلاش يابا. يا رضا، ام حمدي خلي بالك من رضا. ما تخافيش يا ام صباح، انا بذاكر وعايزاكي تروحي معانا. يسمع من بقك ربنا واروح معاكوا يا حبيبتي، بس ذاكري عشان تكبري ويبقى معاكي شهاده يا رضا. بدر يا بدر، افتح يا بدر. خلاص يا بدر، عشقت صباح بعد كل اللي عملته فيك ده. افتح يا بدر. ليه؟ ليه يا صباح تعملي فيا كده؟ انا عملت لك ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، بيني وبينك ربنا. افتح يا ضنايا، ده انا امك يا ابني، انا مش حملك ده، قلبي هيوجع. افتح، عايزه اطمن عليك. فيك ايه؟ مالك؟ نار نار بتاكل فيا ياما. بعد الشر عليك من النار يا ولدي. طب بقول لك ايه، افتح وفك نفسك من الحبسه دي، مش جايز هي اللي عامله فيك كده. اروح فين ياما؟ اعمل ايه؟ اوري وشي للناس ازاي؟ ده مقدر ومكتوب يا ولدي. انت كان في يدك شيء تعمل وما عملتوش؟ لا ياما، لا، ما كانش في يدي اي حاجه اعملها. منك لله يا صباح، منك لله. افتح يا بدر، افتح يا بدر، يا بدر افتح يا بدر، افتح يا بدر، يا بدر افتح يا بدر. اسم الله عليك يا ولدي. تعال يا حبيبي، تعال تعال، اقعد هنا، اقعد هنا. انسى يا بدر، انسى. جرى يا بدر، انت طول عمرك راجل، ما كنتش عيل صغير ابدا. اسلب طولك كده يا ضنايا. مفيش مرة تستاهل ابدا دمعة واحدة من دموعك دي، والحمد لله غارت في 60 ده، وبكرة اجوزك 6 انت ناس انت مين؟ ده انت المعلم بدر على سن ورمح. قلبي محروق على صباح قوي يا اسطى الامل. صعبان عليا البيت. ده حتى لما جت الدنيا تضحك لها ما لحقتش يا عين امها لا تتهنى ولا تفرح، زي ما يكون الحزن ملاحقها ومصاحبها. يا حبيبتي يا بنتي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. العوافي يا عديلة. العوافي يا ام صباح. الله يعافيك يا ام محمد. ايه ده، انتوا بتاكلوا؟ امال احنا جايبين ده لمين؟ والنبي ما حد ده ازاي؟ دي على لحم بطنها من امبارح، حتى ابو صباح ما كلش ولا لقمه. طب هاتي الاكل ده، انا جايه وقلت نتلم كلنا كده علشان نفتح نفس بعضينا. دي حته لحمه من العجل اللي ذبحه المعلم عرفان. امال جميله فين؟ الأوضة يا اختي هارية نفسها بالعياط. طب خدي بقى كلي لك لقمه، خدي. يا اختي هو مين بس اللي هو نفسي ياكل دلوقتي؟ يا حبيبتي دي سنة الحياة، والحياة لازم تمشي وتستمر. دي حكمة ربنا. وبعدها لك يا جميله، مش كده امال؟ صباح راحت يا تفاح، صباح راحت. ما تقوليش كده يا جميله، صباح هتطلع بالسلامه، بس ما تعمليش في نفسك كده. وبعدين ما احنا حواليك اهو. انتوا حواليا بس روحي مش معايا، صباح مش معايا يا تفاح. فوتيني لمين يا صباح؟ هعيش من بعدك ازاي يا اختي؟ ده انا كنت بتحمى فيكي، كنت سندي وظهري، بس انا اللي غلطت، انا اللي غلطت عشان ما سمعتش كلامك وخرجت من طوعك. يا ما حذرتيني وقلتيلي بعيدي عن عبد وجزرة، بس انا اللي رميت نفسي في ناره وادينا اهو اتحرقت. والنادلك كمان طلعني وفرج عليا أمة لا إله إلا الله. معلش يا جميله، معلش يا اختي. ردعت يا تفاح، ردعت وصباح هي كمان ضاعت. ما كانش والله العشم يا استاذ فوزي. بقى يا راجل تخلي المحكمه تبعت لي عشان اشهد وانت اللي تطلب انك تسالني قدامها؟ انا خليت المحكمه تبعت لك يا معلم كشاهد اثبات، مش كمتهم ولا حاجه لا سمح الله. وبعدين يا اخي من حقي ان انا اسالك. الله، دي جريمه قتل،
جنايه موكلتي هتروح فيها. مطروح في 60 داهيه هي واللي خلفوها. الله، ما كل الاثباتات والدلائل والحاجات بتاكد ان هي اللي عملتها. المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وبعدين ده بقى شغلي والواجب يحتم عليا اني ادافع عن موكلتي بكافه الطرق القانونيه يا معلم عبده. وما لقيتش غير المعلم زفت عشان تساله. الله، هو حصل ايه يا فوزي بيه؟ عيب، ده احنا دافنينه سوا يا متر وسك على البوك. لا من فضلك بقى، مش عايز غلط. المقابله انتهت يا معلم عبده. عجايبي محضرها يا باشا، قهوتك يا معلم عبده. المعلم عبده هياخد قهوته عندك يا عجايبي. مع السلامه يا معلم عبده. الله، هي وصلت لكده يا متر؟ ماشي. يا رب يا رب نجيني يا رب. يا رب انت عارف ان انا مظلومه، بلاش عشان خاطري يا رب. طب عشان خاطر اللي في بطني، ذنبه ايه بس يتولد في السجن ويلاقي نفسه بين 4 حيطان. والنبي يا رب، حياة حبيبك النبي لا تنجدني. انت عارف ان انا مظلوم، اشتكي لمين غيرك؟ انت اللي عالم بيا. قلت لهم كلهم ان انا مظلومه وحد صدقني، بس انت الوحيد اللي عارف. انت اللي عارف ان انا مظلومه يا رب وقادر تنجيني. النبي يا رب، النبي يا رب. ما تنامي بقى يا صباح. انام ازاي وانا حاسه ان انا مظلومه ما عملتش حاجه؟ نامي يا اختي، ده انت عندك محكمه الصبح عشان تبقي فايقه لما القاضي يسالك، وعشان اللي في بطنك كمان ذنبه ايه؟ انا بعيط عشان اللي في بطني، هو ذنبه ايه؟ لازم يعرفوا ان انا مظلومه مظلومه مظلومه. مفيش داعي يا جميلة، عبده جزرة هيبيع ويشتري فيكي وما هيصدق انك تسيبه برجليك. انا عارفة انه هيسيبني بس مش مهم، كل هون عشان خاطر عيون صباح. تعالي معايا يا تفاح. وده عايزه ايه دي؟ احنا مش مفضينا خلاص؟ دي مصممة تقابلك يا معلم عبده، وبتقول مش هتمشي غير لما اكلمك، وجايبه في ايديها تفاحه. تفاحه؟ خليها طشاره. اسمعها يا نسرين، قولي لها ان ورقتها هتوصل لها لحد محل اقامتها، ده لو لسه ليها محل، وعن طريق الاسم، وتغور في داهيه هي واللي خلفوها كمان. يلا بنت. الله يا نسرين، انت لسه بايع على عشرة وسط حنفي ولا ايه يا اسطى نسرين؟ انا بايع على اكل عيش يا معلم عبده. خلاص بقى يا معلم عبده، نسرين مننا وعلينا، الكلام ده كان زمان. ما تنساش ان هي اللي حكت في الاسم وقالت لنا على اللي حنفي كان بيخنصروا بالحسابات. ربنا يخليك يا معلم سعداوي، وانا طول عمري ما احبش الغلط ولا الحرام ابدا. على بابا يا نسرين، على بابا. ده احنا دافنينه سوا يا اما وسك على البوك. ده انت واخده تمن شهادتك في الاسم، وواخده تمن اعترافك على الوسطى حنفي، وقبلني تجدني ولغيني تلاقيني، وكله بتمنه يا نسريني. خلاص بقى، خلاص يا معلم عبده، الكلام ده كان زمان. خليها تدخل. تدخل في ايه؟ هتدخل هنا وهتقابلها وتفهم ايه اللي في دماغها كمان، بس نبهها على الواد عجايبي ما يقولش ان انا هنا. خليها تدخل لوحدها، ما تدخليش اللي اسمها تفاحه دي معاها. وخلي الواد عجايبي يأجل القهوه دلوقتي. امرك يا معلم. انا بقى انا هستخبى ورا السور ده. سور؟ انت سميته سور؟ طب سور على مهلك سور، بكره الغمه تغور. سور. يلا لا يا منى لوحدها، المعلم عايزك لوحدك. تفاحه تستنى معايا هنا. وما تاخدش معاها ليه؟ والله دي الاوامر اللي عندي. خلاص يا تفاح، استنيني هنا وما تخافيش.
بقولك ايه، لو حصل حاجه كده ولا كده زعقي، هتلاقيني عندك في ثانيه، وربنا يقدرني وهو نصيبه بقى. خفيش تفاح. الصينيه عندك هنا يا عجايب. ايوه بس القهوه تبرد بتاعتك. اسمع كلام، حط الصينيه عندك. القهوه تبرد. المعلم عنده شغل جوه. تعالى تعالى انا عايزاك. عايزاك؟ تعالى تعالى. تفاحه صبي القهوه واشربيها مع ما اجيلك. تعالى انا عايزاك. قهوه تغور من وشك يا قليله الاصل يا خاينه العيش والملح. شفت شكلك بقى عامل ازاي يا جميله سابقا، بس تستاهلي وشرف جد تستاهلي. حقك عليا يا معلم عبده، انا استاهل اكتر من كده كمان، وغلطانه في كل اللي قلته. كفايه انك طلقتني. بالروسيه بالروسيه مفتريه. في واحده عندها مخ تضرب جوزها بالروسيه. ابوس ايدك يا معلم. استغفر الله العظيم. صباح اختي هتروح في الرجلين. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه بس كده يا جميله؟ ليه كده؟ ليه تركبيني ذنب؟ ده انا هبوس رجلك كمان. بس صباح اختي ترجع لنا يا معلم، اعمل معروف. خلاص يا جميله، بكره في المحكمه هيحصل كل خير ان شاء الله، وهتشوف بنفسك يا جميله الجميلين، وهتقول يا عبده طلع عند كلمته. بس تبقى تعدي عليا بقى، ما تنسينيش. ها؟ انا عمري ما هنساك يا معلم، ده جميلك ده هيفضل طين في رقبتي، ولو قلت لي اعملي اي حاجه هنفذها على طول، لو قلت لي ارمي نفسك في النار هنفذ. بس صباح اختي ترجع لنا بالسلامه. انا هعمل حاجه مش متعود عليها، هعمل اللي يمليه عليا ضميري. كل ده عشان خاطرك انت يا جميله. يا ابن الأبلسة. هتجوز؟ ايوه عارفين، ده الحل الوحيد، لازم تتجوز. مفيش حرمه في الدنيا تحل محل رؤية. وبعدين ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ مش رؤية برضه كانت بنت عمك؟ وعلشان خاطر رؤية وولاد رؤية لازم تتجوز، عشان خاطر البنات عليا ونسمة، دول بناتي عارفان. لا يا عمر، ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. على فكره ده مش رايي انا لوحدي، ده راي كاميليا كمان. ده كلام حريم ما تاخدش عليه. مش هي اللي برضه اللي شارت عليك انك انت هتعمل السبوع بالكندل ولما كنت رفضت؟ ايه كانت فاكراك خلاص خرجت من توبك وبقيت الافرانكا، ولا عشان يعني رحت سكت لي في الزمالك؟ لا يا عرفان، انا المعلم عمر ابو هشيمه، وهفضل طول عمري المعلم عمر ابو هشيمه. الله يبارك لك. هو ده كلام الرجاله بصح. ام طارق، ايوه يا بيه. تعرفي الست اللي ورا القفص دي؟ ايوه يا بيه، دي صباح بنت المعلم حنفي. كويس قوي. ام طارق، انت شهدتي في النيابه انك شفت صباح رجعت البيت تاني بعد انتهاء المشاجره مع الكتعه. ايوه شفتها يا بيه، مش انا شفتك يا صباح؟ رد على الاسئله ومالكيش دعوه بالمتهمه. حاضر يا بيه. كويس قوي قوي يا ام طارق. هي صباح كمان ما بتنكرش ان هي شافتك، انما انا عاوز اسالك سؤال واحد ومحدد بس، ومن فضلك تركزي معايا في اجابته كويس جدا. انت شفت صباح داخله ولا خارجه من شقه الكتعه؟ انا لا شفتها داخله ولا خارجه يا بيه، انا شفتها قدام شقه الكتعه والباب كان مفتوح، لان كان متورب عشان كان مكسور من الخناقه الاولانيه. اصل الباب كان مكسور وقبل الخناقه الاولانيه، وانت ما شفتيش صباح دخلت ولا خرجت من بيت الكتعه، مش ده كلامك؟ ايوه يا بيه، هو كلامي، يعني انا هكذب؟ سيدي الرئيس، حضرات الساده المستشارين، ارجو اثبات اقوال تلك الشاهده والتي قالت امام عدالتكم وبالحرف الواحد ان باب شقه المجني عليها كان مكسور وقبل المشاجره، اي ان المتهمه الماثله امام عدالتكم لم تقم بكسر باب الشقه، وان الشقه كانت عرضه لدخول وخروج اي شخص اخر كي يرتكب جريمته ويسرق مجوهرات القتيله ويتوه في الزحام دون ان يشعر به احد، وذلك نظرا لازدحام الحاره التي وقعت بها الجريمه.
لذلك كله فإنني أتمسك بشهادة شاهدة الإثبات، بل على العكس تعتبر بالنسبة لموكلتي شاهدة نفي في صالح المتهم. في أسئلة تانية للشاهدة؟ الدفاع يكتفي بهذا القدر من الأسئلة سيدي الرئيس، شكرا. حرس، نادي على الشاهد الثاني. عبد السميع جزرة الشهير بعبده جزرة. ايوه سعاده البيه. قرب هنا. موجود. السلام عليكم استاذ صح. انت ليه ما بتردش من اول مره؟ انا مؤاخذه سعاده البيه، اصل حاطط قطره في وداني، اصل وداني بعيد عن سعادتك تعبانه شويه، فمعلش ما سمعتش يعني. قول والله العظيم اقول الحق. وشرف جد الاسطوره عليا النعمه الشريفه لاقول الحق. انت هنا في محكمه مش في سوق الخضار. قول والله العظيم اقول الحق. حاضر سعادتك، والله العظيم اقول الحق. الدفاع يسال الشاهد. معلم عبده، انت ذكرت في النيابه لما سالتك عن عملك انك بتشتغل في السوق. تقدر تقول لنا بتشتغل ايه بالظبط في السوق يا معلم عبده؟ صاحب شركه نقل سعادتك، كل مستلزمات السوق بتتنقل في اللواري بتاعتي. كويس قوي. يعني اعتقد من خلال معاملاتك وعلاقاتك في السوق تعرف كويس قوي مين الست اللي ورا القفص دي. صباح سعادتك طبعا اعرفها. ايه اللي اعرفها؟ ده انا اعرفها عز المعرفه. صباح بنت نص حنفه ابو رصيد سعادتك. عظيم يا معلم عبده. انت شهدت في النيابه ان صباح هي اللي قتلت الكتعه. لا سعادتك، لا انا ما قلتش كده يا سعاده البيت. انا ما قلتش ان صباح قتلت الكتعه. حد الله بيني وبين الكذب. انا اقول كده برضه. يا رب يكرمك يا عبده يا رب. مش هتروح السوق ولا ايه يابا؟ ده مال اهلك، انت روح ولا ما روحش؟ ليه كده بس يا معلم؟ مالك على الصبح مش طايق كلمه من حد ليه؟ بقول لك يا بدريه، الصبح انت وابنك خلوا نهاركوا طين. اخرج يا محروس، روح اقف انت في السوق. هكلم العش في الوكاله الاول. شيل ايدك من على التليفون واقطعها لك. ايه يابا في ايه يابا؟ اخرج دلوقتي يا محروس. هو ابويا ماله يابا؟ مفيش، يلا روح. عارف لو لعبت بديلك يا عبده جزرة وغيرت أقوالك في المحكمة هقطع خبرك. انا ما غيرتش اقوالي يا سعاده البيه، انا فاكر كويس قوي اللي قلته في النيابه ومصر عليه. الشهاده لله، انا ما شفت الصباح وهي بتقتل الكتعه. ده انا حالف يمين ربنا وهتحاسب عليه سعادتك يوم الساعه. وبعدين انا ما اقدرش اظلمها ولا اتبلى عليها. هي صحيح صباح ظلمتني واتبلت عليا في الاسم وكانت عايزه تلبسني التهمه، لكن اقول لسعادتك ايه؟ المسامح كريم وربنا موجود سعادتك. سيد الرئيس، حضرات الساده المستشارين، ثبت بالدليل القاطع وبعد مناقشه شاهد الاثبات الثاني انه ايضا لم يشاهد المتهمه داخله او خارجه من شقه الكتعه، مما يدخل الشك بل يقينا ان هناك جاني حقيقي استغل انشغال الجميع وقام بقتل المجني عليها. يا عبده، انت شفت اي شخص في مكان الجريمه في ذلك الوقت؟ الشهاده لله يا سعاده البيه، انا ما شفتش مخلوق، ما شفتش حد لا طالع ولا نازل. اللي شفته صباح وهي خارجه كانت متعصبه كده سعادتك ومتنرفزه ومش على بعضها، مش عارف ليه، الله اعلم. واول ما شافتني سعادتك راحت قافشه فيا وماسكه في خناقي وطبقت على زماره رقبتي، كانت عايزه تطلعها من ايديها، كانت هتطلع روحي سعادتك من غير سبب. كذاب كذاب كذاب. اسكت يا صباح، خلي الشاهد يتكلم. يا معلم عبده، المتهمه اكدت ان هي اتخانقت معاك عشان تبعدك عن سكه اختها الصغيره جميله ومحاولتك اغرائها بكل الوسائل، وده اللي خلاها تتخانق معاك عشان تبعدك عن سكه اختها. كده والله العظيم 3 كده. اختها جميله دي كانت مراتي على سنه الله ورسوله يا سعاده البيت، وصوره قسيمه الجواز في جيبي سعادتك. انا طلقتها صحيح وبعت لها ورقتها على الاسم تستلمها من هناك، ورقم قسيمه الطلاق معايا سعادتك. معلش لا مؤاخذه في الكلمه، يعني انا معلم كبير وليا سمعتي برضه. سمعتك
طلعتها بعد ما ضحكت عليها. ربنا ينتقم منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. قلت لك اسكتي يا صباح. هي كده يا سعاده الباشا، بتشاكل طوب الارض، عايزه تموت الدنيا كلها وتسك على البوك. بتسك على البوك؟ طب روح استريح بره. الله يريح قلبك يا سعاده البيه، دنيا واخره. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ايوه يا معلم عبده، طمني. خلاص يا معلمه، نام واطمن وحط في بطنك بطيخه صيفي. خلاص راحت في الكازوزه. ها؟ لا عيب يا سيدي المعلمين، سرك في بير. ما انت عارفني، ده انا اجدع واحد يسك على البوك. يا واطي يا عرض يا معفن، بتشهد على اختي سوريا يا عبد. لا ما تضربش بالمره، ما تضربش بالمره. اتلم يا جميله، اتلم احسن لك. هي حصلت رد بترفع عليها الشبشب. انت لسه شفت حاجه يا عبده؟ ده انا هديك بالجزمه. لكن اقول ايه؟ ما انت واطي عرباجي وهتفضل طول عمرك عرباجي. دي مجنونه مجنونه يا ناس، دي مره مجنونه. انت بتشتمينا يا جميله. ماشي يا التالين القتله يا بنت ابو راسين. انت شفت حاجه يا عبده؟ سيبني يا جميله. خلاص ده انت مسحتي بكرامته الارض. ماشي يا عبده، اما وريتك يا واطي. ماشي يا جميله ماشي. ان مفرقتك يا بنت ابو راسين، ان ما رديت لك القلم قلمين، ان ما رديتك ورميتك في عشه مع الفراخ، ما بقاش انا المعلم عبده جزره. يا جميله يا اخت صباح، ايه بتتفرجوا على ايه؟ ما تخافيش يا رضا، ما تخافيش يا حبيبتي. بص كويس على الاشارب ده. الاشارب ده بتاع صباح اختك اللي كانت لابساه وهي جايه معاكي ساعه لما مامتك اتخانقت مع الكتعه. ما تكذبيش يا رضا، ما تكذبيش يا حبيبتي. انا اعترفت ان الاشارب ده بتاعي، اعترفت في النيابه. انا ما نكرتش ان الاشارب انه بتاعي، بس انا ما قتلتش بيه، والله ما قتلت بيه، والله العظيم ما قتلت بيه. ايوه هو ده الاشارب بتاع ابو صباح. المتهمة اعترفت ان الاشارب أداة الجريمة ملكها. عايز تسأل الشاهد اي سؤال تاني؟ بطعبة 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 بطعبة. مفتوح ازيك يا راجل؟ فينك من زمان وحشني. كنت بتعمل ايه هناك عندك؟ قط انا اجيب لك يا قط فاهم اكلك هم بطعبة. بطعبة مقبولة منك. اسمع يا سيدي، عشان خاطرك يا سيدي ادي ربع جنيه بحاله عشانك. لا لوس منك انت. لا ليه؟ انا اخد لوس من صباح حبيبتي. اشرب شاي ميزه، مش اشرب ملوخيه. يا سعاده البيه تسمح لي بكلمتين؟ عايزة تقولي ايه يا ست؟ كتر خيرك. انا يا سعاده البيه ست جهله مش متعلمه وما اعرفش القانون اللي حضرتك بتقول عليه ده، لكن كل اللي اعرفه صباح بنتي دي اللي حرمت نفسها من كل حاجه في الدنيا علشاني وعلشان اخواتها، وعمرها ما مدت ايديها على حاجه، وحرمت نفسها من كل حاجه في الدنيا علشان خاطرنا، وعمرها ما عملت حاجه وحشه ابدا. طول عمرها نظيفه وقلبها زي الفل. بنتي مظلومه يا سعاده البيه، والله العظيم مظلومه، ولا سرقت ولا قتلت. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة.
حاضر يا حنفوان ده الماء الغسيل عندكم ملوك الغيطه. ايه ده؟ حرام عليك. حرام علينا ليه؟ هو ايه الظلم ده؟ ده مفيش ظلم. لا ليه بتعملوا فيا كده؟ ليه بتعملوا فيا كده؟ ليه؟ ولد مبروك مبروك يا بدر، انت خلفت شبل. الف حمد وشكر ليك يا رب. صباح خلفت؟ ده ابن 7 يا بدر. صباح خلفت في السجن؟ ده ابنك انت يا بدر مش ابن صباح، ده من صلبك ومكتوب باسمك. الى انت شاهي يتربى في عزك وفي خيرك يا رب. بتقولي ايه يا بدرية؟ يا نهار اسود، صباح خلفت واد وسمته شبل. ايوه يا معلم. انت مرة نحس. غوري من وشي. الله، وانا مالي؟ وانا اللي خلفته؟ والله صعبان عليا يا صباح، لكن هقول ايه؟ حكمتك يا رب، ربنا عالم بيها، رزقها بالواد عشان يهون عليها سنين السجن. هما سنتين ما فيش غيرهم، الواد يتفطم من هنا ويجي في حضن ابوه وحضن هنا. الله، امال يعني هنسيبه يتربى في السجن؟ يا رب يفضل تأبيده كلها جوه السجن ولا يفطس حتى. القانون بيقول كده يا معلم، المحكوم عليها وبتولد في السجن بيفضل الطفل معاها لمدة 2 سنين لحد ما تفطر، وبعد كده بقى تتنقل حضانته. شهادة الميلاد بيبقى مكتوب فيها ان العيل من مواليد السجن؟ لا يا معلم، المشرع بقى راعى النقطة دي بالذات، وعنوان المولود بيتكتب على بيت الزوجية، يعني عشان نفسية الطفل لما يكبر ما تتأثرش. ما هو كمان عيل ما ارتكبش أي ذنب عشان تبقى نقطة سوداء في حياته يتحاسب عليها بعد كده يعني. هو العيل ذنبه ايه بس؟ فين الرحمة؟ فين العدل؟ الله هو أرحم الراحمين بعباده وهو الغفور الرحيم. توبوا إلى الله وارجعوا إلى طريقه المستقيم. بس يا شبل، بس حبيبي، بس. ابنك يظهر إنه جعان يا ست، خديه بره وأكليه. لا يا مولاي، ابني مش جعان، انا لسه مأكلاه ومغيره له. ابني بيعيط على الظلم اللي وقع على امه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما يظلم ربك أحدا. ربنا ما بيظلمش حد، ربنا هو العادل. ونعم بالله يا مولاي، بس ما حدش يقول كمان ان السجن ظلم، والعيل اللي اتولد هنا ظلم ويتربى في السجن. ما عملتش حاجة عشان استاهل عليها ده يا مولاي، ده ظلم البشر، ظلم البشر اللي جابني هنا. لا إله إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم.